يا مساء الفل. من أيام قليلة شفنا كلنا الكلب المصري صاحب القدرات الخارقة واللي قدر إنه يصعد لقمة هرم خوف. تعال بقى أحكي لك عن كلاب الشيخ أبو الخير اللي كان ليها قدرات خارقة برضه، لكن من 500 سنة. في العصر المملوكي وأيام السلطان الغوري ظهر واحد مجذوب قصير وبيعرج، ودايما في إيده عصاية فيها حلق وأجراس، واسمه أبو الخير الكليباتي. اتعرف أبو الخير بين الناس بكراماته العجيبة، اللي منها مثلا طاعة الكلاب لأوامره في البحث عن أي حاجة مفقودة، حاجة كده زي الكلاب البوليسية النهاردة. وكان المصريين لو ضاعت حاجة منهم يروحوا له فيبعت معاهم الكلب مقابل رطل من اللحم، مش ليه، ده عشان الكلب صاحب القدرات الخارقة والمسؤول عن المهمة. وبالفعل دايما كانت بتنجح الكلاب في تنفيذ المطلوب منها. ولما واحد من القضاة المرتشين حاول يسجنه بتهمة إنه بيصطحب كلابه حتى داخل الجوامع، رد عليه وقال له: هؤلاء لا يحكمون باطلا ولا يشهدون زورا، إشارة منه لفساد القاضي ده. وبالفعل وبعد التحقيق في الموضوع اتخلع القاضي من منصبه واتجرس على طور بالمقلوب وطافوا بيه في شوارع القاهرة. سنة 1503 ميلادية مات الشيخ أبو الخير ودفن في المكان اللي كان بيجلس فيه دايما، واتبنى على مدفنه الزاوية الموجودة لغاية النهاردة في شارع المعز، زاوية أبو الخير الكليباتي. قولوا لنا في الكومنتس تعليقكم على الحكاية بتاعتنا، وشايفينها حقيقية ولا خيالية. سلام.